هل موضوع الديسباتش ده فعلا بيجيب $2000 في الشهر؟ يعني انا لو اتعلمت ديسباتشر كده وابقى قاعد في البيت وشغال باشا كده من البيت 8 9 ساعات 12 ساعة يا سيدي مش مشكلة، الاقي نفسي باخد $2000 في الشهر وانا قاعد كده باشا، بدل ما انا باخد 10000 جنيه او 5000 جنيه في الشهر. آه، السؤال ده من اكتر الاسئلة اللي بتعكنني، ومن اكتر الاسئلة اللي انا ببقى مستعجب الانسان ليه يبدا من النص. يعني ليه الانسان اللي بيبدا البدايات دايما هي بتبقى اصعب خطوه؟ يعني انت دايما عايز تبدا في اي حاجه جديده، بتبدا تتعلمها، تاخد عنها فكره، تزود معلوماتك عنها، تجرب، تقع، تقوم، تقع، وتفضل ماشي كده لحد زي البيبي كده لما يتعلم يمشي يعني. آه، ما بيتحركش خالص، مامته او باباه بيشيلوه وبعدين يبتدي يفرك، وبعدين شويه بعد ما يفرك يبتدي ايه، يحاول يزق جسمه كانه عايز يمشي ويحبي، وبعد الحبي يبتدي يزحف، وبعد السحف يبتدي يقوم يمشي يقع، ويقوم يمشي تاني ويقع وحد يمسك ايديه، وبعد شويه يبتدي يمشي، ولما يجي يجرب يجري يقع، وبعد شويه يبتدي يعرف يجري، وبعد شويه يبتدي يقول انا عايز اركب عربيه وعايز اتعلم اسوق مش عارف ايه، ويبتدي يركب طياره ويسافر ويبقى خلاص كل حاجه بالنسبه له ايزي بيزي، او كل حاجه يقدر يعملها. التدرج ده سنه، يعني سنه كونيه، يعني التدرج ده في كل شيء. فليه بقى لما يجي حد عايز يتعلم ديسباتش او يتعلم اي وظيفه جديده يسمع عن مثلا رواتب المبرمجين، دول بيعملوا مثلا 70 80 الف دولار في السنه، يبقى انا هخش اتعلم برمجه. طب انا هتعلم برمجه ازاي؟ انا بقى هستخدم بقى الاي اي. ايوه، طب يعني هو انت فاهم ان اللي بيعمل المبلغ ده في بلد اوروبي او اجنبي بيعملوا حتى لو قاعد في مصر، والله يعني حتى لو بيعملوا فريلانس، مش عايز حد من بتوع البرمجه يتضايق مني ان انا بقول ان هم بيعملوا الارقام دي. ولو بيعمل اقل، اي حد بيعمل مبالغ كويسه من حاجه معينه، هو مش بيعملها لمجرد ان هو عرف الزتونه فحط المفتاح في المكنه ودورها وجريت. يعني اكيد في حاجات انت مش شايفها، وده اللي انا بحاول اقوله دايما في كل فيديوهاتي على على النت، انه مفيش حاجه اسمها الزتونه. يعني طوش الشباب ده انا شايف ان هو لازم يهدى شويه، لازم يهدى شويه. مفيش حاجه اسمها الزتونه، مفيش حد هيديك كده خلطه تحطها على بعضها وتلاقي الدنيا مشيت وهي بتعمل ارقام فلكيه من بعد لا شيء. الكلام ده ما بيحصلش. الفيديو ده انا عامله علشان نجاوب على السؤال بتاع الرواتب والبرسنتجز والحاجات الفلوس اللي بتدفع في الديسباتش، وعلاقتها بقى بالناس اللي جايه كده ايه جداد، جايين يتكلموا وعايزين ندخل الموضوع، واحنا عرفنا ان هو فلوسه كويسه جدا ومجال فاضي ما فيهوش منافسه، فهيبقى سهل ان احنا ندخل، فالدنيا حلوه. مين بس ثانيه واحده هدي كده، امسك العقل شويه وهدي الكلام. مين اللي قال ان هو ما فيهوش منافسه؟ ومين اللي قال ان هو مجال جديد؟ ومين هو جديد عليك انت؟ يعني هو مجال جديد عليك انت، لكن هو مجال موجود يعني زيه زي اي مجال. يعني لك ان تتخيل كده ان احنا بنتكلم عن مجال، او عن مش مجال، احنا بنتكلم عن خطوه جوه اندستري كامله او جوه حاجه كامله اسمها لوجيستكس. ولك ان تتخيل ان كل حاجه حواليك، كل حاجه في الكون، يكاد يكون حتى بعض الشجر اللي حواليك في الشارع لوجيستكس، جاي من مكان لمكان. انت متخيل؟ يعني حاجات كده في الطبيعه، شجره تلاقيها واقفه مطلعه مانجا ولا مطلعه اي حاجه، هي مش مكانها هنا اصلا، دي جايه من مشتل معمول لها لوجيستكس. العربيه اللي انت راكبها سواء كانت تاكسي سواء كانت عربيتك ميكروباص، دي مش وليده اللحظه كده، ما جاتش من لا شيء، جت بلوجيستكس. فمين اللي قال ان المجال جديد وما فيهوش منافسه؟ الشباب عايزين يدخلوا مجال جديد يدي لهم فلوس ويعيشهم حياه كريمه، وده حق كل انسان يعني. ولكن انت عايز تشتغل وعايز تتعب وعايز تطلع فلوس، الكلام ده يعني
ربنا عز وجل بيرزق اي حد يعني بلا اسباب وبلا حساب وبلا كم وبلا اي شيء. يعني لو ربنا عز وجل اراد انه يرزقك تبقى مليونير هتبقى مليونير، ما عندناش مشكله. ولكن ربنا عز وجل القادر على ان هو يقول للشيء كن فيكون. بنى الدنيا في 6 ايام، بنى الدنيا في 6 ايام وما مسنا من لغوب. يعني ربنا ما كانش عاملها و6 ايام علشان معاذ الله يعني ربنا عز وجل هيتعب او يمسه لغوب او تعب يعني، انما لحكمه لتعلمنا احنا ان ما فيش حاجه بتيجي كده. يعني انت النهارده $2000، انت اوكي يا رب يا سيدي تعمل $20,000 في الشهر، بس هل انت ما فكرتش في يوم من الايام هجيبهم ازاي؟ انت كل اللي همك الاسئله على الجروب او اي مكان انا بشوفه، ودي اسئله مش ملهاش علاقه بالديسباتش قد ما هي ليها علاقه بكل المجالات اللي فيها فرصه ان الناس تخش تتعلم. وهي الفكره بقى انه المجالات موجوده بس هي مش متاحه لكل الناس. يعني البرمجه ما هي موجوده، بس هل ده يعني ان لازم كلنا جارين كده بثقافه القطيع نجري على البرمجه؟ طب البرمجه بتقع او الاي اي ابتدى يعمل تيرن اوفر عالي، ده في ايه؟ في اي اي اوتوميشن، يلا كلنا نجري على الناحيه دي نعمل اي اي اوتوميشن ونتعلم. ايه ده في حد بيقول في حاجه اسمها ديسباتش، اوكي يلا ليتس جو على الديسباتش. ما هي مش كده. هو في ناس، يعني انا لو جيت مثلا قلت لك تعالى اديك كورس واعلمك، انا لا اضمن لك ان انت تعمل المبلغ ده، ولا اضمن لك انك تعمل فلوس اصلا، ولا اضمن لك انك تلاقي وظيفه، لانه انت غيري غير اللي جنبك غير اللي جنبه غير اللي جنبه وهكذا. الناس في ما بينها تفاوت يعني. طيب على الناحية التانية انت النهاردة لما بتيجي تقول ديسباتش وتيجي تقول اوت سورسنج، عارف اللي جوه امريكا بيقول ليه اوت سورسنج؟ علشان التكلفة حضرتك، يعني علشان التكلفة. فهو لما يوفر في التكلفة، انا لما اروح اجيب حد من مصر اديله 5000 جنيه، اديله 10000 جنيه، اديله 20000 جنيه، هيبقى بالنسبة لي اوفر. وانا على الهامش كده انا الحمد لله اول مرتب اخدته من الديسباتش وكان مرتب مش برسنتج، اول مرتب اخدته من الديسباتش يشهد عليا ربنا عز وجل كان 3000 جنيه مصري، في حين ما انا وقتها كنت عندي شركه ومصنع وعمال وموظفين مبيعات، وكانت يعني والحمد لله كانت الدنيا معايا مش سيئه يعني، وراجل متجوز ودنيتي حلوه يعني. 3000 جنيه مصري ما ناقشتش صديقي اللي دخلني المجال فيه، ما ناقشتهوش، ما قلتلوش تلت كان، ما قلتلوش ده انا راجل صاحب شركه وموظفين وانا هخش ابقى داخل فاهم وبعمل، ما عملتش كده ابدا. وانا الحمد لله ادعي ان انا بحب اكون في موضع المبتدئ والمتعلم احسن ما اكون في موضع الخبير، دايما الحمد لله ده تفكير يعني. فربنا فتح عليا من المجال ده بال3000 جنيه دول. طيب نرجع للنقطة اللي قبلها، ان الناس في امريكا عايزين يعملوا ديسباتش اوت سورسنج ديسباتش علشان الكوست. طب الكوست دي لما هتكون مثلا يعني برسنتج، هديك 5% من الجروس، انت اللي بتقبض نفسك اهو. انت كده دلوقتي الراجل بيقول لك عامل لي مبيعات، هات لي الحمولات بتاعتي، هات لي العربيات بتاعتي، شغلني، اعمل لي فلوس كويسه وحلل عليك 5%. اوكي انت بقى هتجيبهم ازاي الفلوس دي؟ انت المفروض دلوقتي كده دي سيلز، دي مبيعات، دي حاجه ليها علاقه بالنيجوشيشن، دي حاجه ليها علاقه بحاجات كتيره قوي بتقعد تتعلمها يعني. انت مش ديسباتشر يعني، مش بتخش تعمل اكسبت فتعمل اساين فهو يروح يشيل فانت تاخد فلوس. اتس نوت ذات ايزي يعني، هي مش بالسهوله دي. والديسباتش هو جزء من العمليه الاكبر يعني الديسباتش جزء من العمليه الاكبر. دور الديسباتشر مهم جدا في التشغيل اليومي، ولكنه في النهايه هو حد صغنن جدا في ترس كبير قوي. يعني هو حد صغير في ترس كبير جدا، والكارير اللي انت شغال عنده او شغال معاه هو كمان جزء كبير جدا، جزء صغير جدا من اندستري كبيره جدا. والبروكر
والشيبر. يعني العمليه معقده، العمليه مش عمليه صغيره يعني. فانت النهارده لو قال لك برسنتج، انت عندك ايه النهارده علشان تعرف تقول ان انا هجيب اللودز وتقعد بقى تتخيل يبقى انا لو جبت له بنسبه كذا، لو جبت له كذا كذا، يبقى انا هاخد نسبه كذا، اضرب في 5% هيطلع كذا. تروح ماسك الاله الحاسبه هي تضرب في 49 او 50 سعر الدولار وتحول لمصري وتقول انا كده بقيت هركب البي ام دبليو او الواجنر اللي قدامي دي. اوكي. ما بتتحسبش كده يا صاحبي، على رأي السويسي. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. طيب لو سالري، عارف يعني ايه سالري؟ يعني شركة جايباك مقعدك في مكانها، you don't have to worry about nothing. يعني انت مش هتقلق وما تشغلش بالك بأي حاجة. انت تيجي كل يوم من مثلا من 9 ل 5 بتوقيت سنترال ستاندرد تايم مثلا او وات ايفر، انت شغال معايا شفت، بتعمل اللي بقول لك عليه، بديك فلوس. الفلوس دي بقى ممكن تكون جايه منين؟ من واحد عنده بيزنس وعرف ينجح ان هو يعمل اوت سورسنج، والمكتب بتاعه يا اما في امريكا بيمانج ناس من الهند، من باكستان، من كولومبيا، من الصين، من وات ايفر، واخد بالك، او من مصر او من اي دوله عربيه. فبيقول لك انت دلوقتي لو رحت اشتغلت في فودافون يو كي مثلا، هو بيبقى عارف يعني. لا تظن يعني ان لو في واحد عربي او مصري او حتى امريكي بيأوت سورس هو مش عارف المرتبات بتاعته فين في البلد دي. عشان بس يبقى انت ايه، ما تفتكرش ان انا هقول لك ده ال 500 دولار اللي هديهم لك في الشهر دول nothing for me يعني، او ده لا شيء يعني. ما تفتكرش كده خالص. احنا ناس شغاله في المجال، شغالين في البيزنس، عارفين كل جنيه بيطلع، مش كل دولار، كل جنيه بيطلع فين وازاي، والبديل عنه ايه، ولما بندفعه ازاي. ومش انا يعني بس، ده الناس اللي في البيزنس كلها. فالنهارده لما يجي حد يقول لك انا هقعدك في مكتب واطلع على التجمع او اطلع على مش عارف ايه، هتلاقي مكتب محترم فيه الكوفي ماشين وفيه everything you need وفيه كل حاجه، وانت شغال مرتبك 15,000 جنيه، انت ممكن تكون بتاخدهم هم في الاكونت بتاع فودافون يو كي او في الاكونت بتاع وات ايفر في القريه الذكيه او في اي مكان. واجد امازون ممكن يقول لك مثلا انت امازون مرتباتها في مصر عامله كام؟ 15-20,000، هديك ال 15-20,000 وهديك بونص كده، او هديك برسنتج، او هديك اي حاجه. ليه؟ عشان هو عارف المرتبات. طب انت عايز تتعلم ولا عايز الفلوس؟ لازم تحدد انت عايز تعمل ايه، ولازم تحدد انت واقف فين بالظبط وعايز تروح لفين يعني. ما ينفعش تبقى العمليه سداح مداح كده وانا عايز ال 2000 دولار في الشهر. كل حاجه وليها طريقه، وانت المفروض تضحي بحاجه في الاول يعني. انت ما ينفعش تبقى عايز كل حاجه. يعني عايز ابقى الديسباتشر اللي شغال من البيت ايزي وريلاكسد وبالشورت، وجنبي كوبايه النسكافيه، وجنبي شويه البقسماط والشاي بلبن، وقاعد كده صباح الفل بقى، او بتعشى كده قاعد بلعب بلاي ستيشن وانا قاعد بعمل ديسباتش. يعني هو فين الحياه دي؟ فين الكلام ده؟ ده الديسباتشر علشان بس لو انت متخيل ان الدنيا سهله، ولو انا سهلتها لك، انا بقول لك مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه سهله. It's a stressful job. يعني هي جوب مش خفيفه. الغلط فيها مش قليل. فانت النهارده لازم عايز تتعلم الليرنينج كيرف بتاعك ده بقى تطلعه ازاي، تتعلم ازاي. هتخش تقول عايز اشتغل جوه شركه، يبقى انت لازم تهدى كده على نفسك وتهدي الريتم خالص، وما تقعدش تتكلم مع حد تقول له لا ده انا مرتبي كذا، وتقعد تتخيل ان انت بتتفاوض في دولار، في 100 دولار، فالدنيا تبقى حلوه. يا سيدي خد اللي يتقال لك في اول مكالمه واسكت. يعني انت النهارده لو عندك اوفر وحد قال لك هديك مثلا 200 دولار، يا عم خدهم واسكت. بتاع الفلبين بياخدهم وهو فرحان اصلا. يعني انت في بعض الاندستريز بيقول لك الساعه ب 4 دولار، واخد بالك، الساعه ب 4 دولار يعني الساعه ب 200 جنيه. في بعض الاندستري بتبقى دي الحسبه، وفي بعض في مناطق ثانيه جوه الاندستري الحسبه برسنتج. وانا مش هجيب حد اضيع معاه الاسبوع بتاعي اللي ممكن اعمل فيه 10-15,000 دولار، اعمل فيه 5,000 دولار 10,000 دولار، اجيب حد يجرب فيا ويضيع لي الفلوس دي عشان هو هياخد 3%، عشان هو هياخد 4%، 5%، 7%. وده بالنسبه له رقم كبير. مش هضيع شركتي حتى لو انا وان كارير،
مش هضيع شركتي ومش هضيع فلوسي ومجهودي واتعطل الانشورنس وكل البيمنتس بتاعتي علشان حضرتك هتوعدني بحاجه انت مش هتقدر تعملها. ولذلك انا بقول دونت اوفر بروميس، يعني ما تقعدش توعد الناس ان انت التنين المجنح وانت لسه ده اول كارير ليك. انت لازم تعرف انت هتدخل منين. لو انت هتدخل على الشركات مش مرتباتها $2000 خالص، انت بعيد تماما. انت هتاخد 10-20 ألف جنيه تقريبا، انا ما اعرفش المرتبات كام، بس يعني اون افريج يعني هتاخد لك 15-20 ألف جنيه تاخدهم وانت قاعد مبسوط وساكت وتتعلم اقول لك على حاجه، اقعد معاهم 2 3 4 انت هيضرك ايه؟ اقعد معاهم اتعلم، اشبع، افهم كل حاجه، علم نفسك وفهم نفسك، واسعى انك تاخد المعلومه، واسعى انك تكون الشركه بتعتمد عليك. ما يا سيدي ما ربما ال 20,000 جنيه دول، ما ربما ال 10,000 دول، ال 7,000 جنيه دول يبقى هم بابك ان صاحب الشركه يقول والله انا عندي فلان ده من ساعه ما احطه في مكانه وما اتحركش، انا هجيب له ناس هو اللي يدربهم لي وابني من حواليه. فجاه تلاقي نفسك الراجل نططك لان هو خلاص هيديك الحته الكبيره اللي هو شايلها. ما تبصش تحت رجلك، وما تبقاش انت ما بتعرفش تعوم وتروح جاي في نص المحيط وديب عايز تنط. يعني انت جايب الجرأة دي منين؟ يعني الاسئله بتاعت الفلوس بتطلعوها ازاي؟ والله ده كلام حد بينصحك لله، محدش انا مش بقول لك انتوا عمالين بتقولوا لي الكورس بتاعك وانا لحد دلوقتي ما نزلتهوش، ولحد دلوقتي الكورس بتاعي عمال بقول لي انا كواليفايد اعمل كورس ولا مش كواليفايد يعني. الكورس مش بقول لك اعمل كده وهتعمل وهتسوي وهتعمل $2000 فاشتري الكورس بتاعي، انا بنصحك لله يعني، بنصحك لله. مفيش حاجه كده في الدنيا يعني. مفيش حد بيعمل $2000 في اول حاجه، في اول شهر، في اول مره يخش الاندستري دي يروح داخل هوبا خش عالي على عالم السحر والجمال، خش بقى ياقوت ومرجان. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش يا شباب الكلام ده خالص. انت عشان تشتغل ببرسنتج وتعمل لنفسك برسنتج محترمه وتعمل لنفسك بعد كده عدد سواقين زياده، يعني تقدر تمانج 5-7 سواقين وات ايفر، وتاخد برسنتج عليهم كلهم 5% 6-7 وات ايفر. انت لازم تكون انسان قوي and you can keep them all of them you can keep them rolling، يعني انت لازم تخليهم شغالين. طب لو ما عندكش المقدره دي ما تطمحش يا حبيبي، ما تفكرش، اطمح في ان انت تلاقي وظيفه، وهو ممكن يكون امكانياتك انك تاخد وظيفه ومش عيب. يعني احنا ولا الشغل اندبندنتلي يعني هو الاوبشن الوحيد، ولا العكس، ولا الوظيفه هي الاوبشن الوحيد. بس انت لازم تعرف انت يعني انت كيبل ايه، يعني انت امكانياتك فين، تقدر توصل لحد فين، تقدر تتعامل ازاي. وانت ممكن تبقى انسان عارف تشتغل تحت ايد سوبرفايزر بيشتغل معاك يقول لك اعمل كذا والسواق ده هات له الحموله دي ما تجيبلهاش دي وما تجيبلهوش دي واعمل وسوي، وتبقى انت قاعد وبتكسب مرتبك والبونص وقاعد احسن حد على الكيو، احسن حد شغال. وفي واحد تاني يبقى قاعد عارف هو اللي يبقى السوبرفايزر وهو يبقى المانجر وهو اللي يروح يجيب عملاء لنفسه كمان ويشتغل ويفتح اكونتات جديده. وفي واحد ما يعرفش يعمل دي خالص بقى، ما يعرفش يتكلم مع الناس، هو مش عنده الحته دي ان هو يقعد يتكلم ويشرح انا بقدر احقق ايه وبعمل ايه واسوي لك ايه، مش عنده. فلو مش عندك ما تحطش نفسك طموح عالي فلما ما تحققش تحبط. يعني حاول تتعلم الاول وتهدى وترضى باللي في ايدك. لو في فرصه قدامك ما ترفضهاش وتقول لا ده مش عارف ايه، ما تقعدش بعد 2-3 تقول لا ده انا اللي بعمل الشغل. يعني شيء عجيب والله العظيم، شيء عجيب جدا تخلي واحد تديله فرصه يشتغل يقول لك ما انا اللي بعمل الشغل، انا اللي بعمل كل حاجه، فلا ده انا هشوف حد غيرهم، انا بقيت شاطر جدا، انا هشوف حد غيرهم يديني مرتب اكتر من كده، او انا همشي او اعلى من الشغل وامشي. يا سلام الدنيا بتقف على موظفين احيانا طبعا، بس لما يكون الموظف ده انسان كفء وقوي وامين وشاطر وصفات كده كتير بتعددها تلاقيها موجوده في الشخص ده تطمن له. انما انت لسه على الله ابيض على الله خالص، ملط مفيش حاجه، وقعدت معاهم شهرين هم اللي علموك، هتناكف في الشركه وتناطح في الشركه وتعدل كمان على اللي بيعملوه. يا اخي اسكت عشان تتعلم يا اخي. انت بتجيب الجرأة دي منين؟ يعني انت بتجيب الجرأة دي منين؟
ف يعني انا مش عايز الفيديو يكون طول اكتر من كده. انا الفيديو ده كان للشباب فيما يخص موضوع how much we making و how fast we can get in. يعني احنا هنقدر نخش المجال ده بسرعة عاملة ازاي. ده مختلف من شخص للتاني. how much you can make it's unlimited نقدر نقول كده، بس it's not for everyone. يعني it's unlimited but it's not for everyone. ممكن تعمل لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي ناس بتقول لك we making $60,000 ودول جوه امريكا، وده nothing. we making في شركات بقى يعني ده one person يعني يقول لك انا شغال جوه امريكا كندا. وانا اعرف ناس بيعملوا الارقام دي والله. مش عارف ايه، يقول لك احنا بنعمل كذا. وفي ناس بقى بتعمل حاجه متوحشه بيعملوا مليونز، بس ده بطريقه تشغيل معين. الشاهد يعني بغض النظر عن الارقام you can make whatever، بس طالما انت قادر تعمل ده. لكن مش عشان انت واد جدع، يعني مش عشان انت حلو، عشان انت you can do it. انت تقدر تعمل الارقام دي حقيقي. ف اتمنى ما كنتش طولت عليكم في الفيديو. كان الهدف ان هو يبقى فيديو صغير، بس واضح ان انا ما بعرفش اخلي اي فيديو صغير. هحاول اطور الموضوع ده. شكرا على ان انت كملت لحد هنا، وما تنساش بقى تعمل سبسكرايب للقناه، وعلشان يظهر لك اي فيديوهات، لان انا فيديوهاتي مش كتيره، فعشان يظهر لك اي فيديوهات تابع القناه. وربنا يوفق الجميع. السلام عليكم.